اختارت استوديوهات أمازون العالمية صحراء مدينة ورزازات المغربية لتكون المسرح الرئيسي لتصوير مسلسلها الضخم الجديد The Old Stories موزس، الذي يستحضر السيرة الذاتية للنبي موسى عليه السلام من خلال رحلة سينمائية تاريخية تجمع بين الدراما والبصر البديع. واستغلت الشركة العالمية المناظر الطبيعية الساحرة والمتنوعة التي تشتهر بها المنطقة، بدءا من الكثبان الرملية الذهبية والصخور الصحراوية الضخمة، وصولا إلى الواحات الخضراء، لتقديم خلفية طبيعية متكاملة تعكس أجواء مصر القديمة. كما تم الاعتماد على تجهيزات استوديوهات أطلس الشهيرة، والتي تعد من بين الأكبر والأحدث في شمال إفريقيا، لإعادة بناء القصور الملكية والمعابد الضخمة، فضلاً عن محاكاة ضفاف نهر النيل بأسلوب يحاكي الواقعية التاريخية بدقة عالية. يشرف على إخراج العمل المخرج العالمي جون إروين، بينما يشارك في بطولته النجم الكبير بن كينغسلي المعروف بأدواره التاريخية المؤثرة، ما يضيف للعمل ثقلاً فنياً وجاذبية جماهيرية عالمية. من المقرر أن يعرض المسلسل خلال ربيع هذا العام، حيث يراهن صناع العمل على التنوع الجغرافي للمغرب الذي يوفر بيئات صحراوية، جبلية ونهرية، لتقديم تجربة بصرية غامرة تعكس الحقبة الزمنية بدقة وتحاكي أجواء القصص القديمة. تأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانة المغرب كوجهة مفضلة لإنتاج الأعمال السينمائية الضخمة، ما أكسبها لقب هوليوود إفريقيا، بعد أن احتضنت المنطقة أعمالا تاريخية كبرى حول نفس الشخصية. ويتوقع أن يساهم هذا المشروع بشكل مباشر في إنعاش القطاع السياحي والسينمائي بمنطقة درعا فيلالت، من خلال خلق فرص عمل جديدة وجذب عشاق السينما من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة المواقع الطبيعية والتاريخية التي ظهر فيها العمل.